من أخطاء المصلين كذلك إثم، ويخاص بصلاة الجماعة وما أدراك ما صلاة الجماعة، مشكلة تسوية الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم إثم إن لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال العلماء إثم ما تبغي تتعلم تلون المصلين أمشي موجنس داخل خزر الصفوف نسنق المسجد. إيوا شو؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وثي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثي ماركين تسقل معجزات يلس يقال لتسون صفوفكم إن تسوي تسقمت الصفوف نون ناخذ شو العقوبة لكم تذكر بالعالمين أذي خالف بين وجوهكم قلوبكم أذي خالف ربي جاروا لون النون دوذ ماون النون أتكشمت مسجد من المساجد تبديس مشاكل فلان يريد على فلان فلان يتناغ وحيد فلان تناغ من العباس داخل المسجد ميز الصفوف نسن أتفق الصفوف نسن وتسوى نارا خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يدي قارنا كي يقارب أندي لان العباد وتسوي نارا الصفوف نسن ولون نسن وتسوي نارا ولون نسن وتصفو نارا ولون نسن وتمزي نارا أكيد يقار النبي صلى الله عليه وسلم والواقع يشهد على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم إني يغديون الحديث بصح يمكن لاباس علينا نحو جال الحسنات واختوقع على الحديثين يمكن يخلص من ويد الجنة واختوقع على الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. شوف ليش ودي قال النبي صلى الله عليه وسلم من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. الله أكبر. أكيد أن الله عز وجل بيت في الجنة باش لا تخدمت باش أكيد أن الله عز وجل بيت في الجنة. من سد فرجة أتقفلت الفراغ قلنا نجارك نجماك فرجة يعني الفيد نجنا نجارة طريق وطار نجماك. لان بعض الناس مرات ظلنا يتنوي من الخطأ هذه الظلة يجي الفراغ جالس نجماس الغميز مرة يعدي وريقبل هذه تغرب يون وريقبل هذه اللي جالس نجماس ولاش الفراغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرك كان شتا يقال تسووا صفوفكم فوالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى الشيطان قد زرق الشيطان خلال الصفوف جار الصفوف إن تزرق الفراغ نيخ تزرق الشيطان دينا. هذا السؤال الأسطوري لجوندار نسقارن اليوم السؤال تعاود انت العباد اني والزمان هل إلا الشيطان داخل المسجد؟ نعم إلا الشيطان داخل المسجد متعلم ماري إلا الشيطان داخل المسجد. وشو مرات زلطت النقط وحيد كما داخل المسجد وشو مرات زلطت أتغلطت الصلاة داخل المسجد يوشو الإمام مرة يقرأ تلعن أحيانا الصور ويكل من عمل الشيطان. يقال النبي صلى الله عليه وسلم يليون الشيطان اسمه خنزب شيطان اسمه خنزب العمل ينسوي إذا شوث يتسدت وسويساس الإنسان الصلاة. يقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يصل الشيطان الأذان يرقلق المسجد ما الذي فاك الأذان يتقلب ما تقيم التظلي تذفق ما تسكر تتزل تدعوة الدقة عندي قوفة الفراغ دي بدرنا. يعجبك في الحالة كريم يعجبك الحالة دي ظل الشيطان جارك ديمك أنا خير هذه ظل ذاتي وير يجمع غيني يقلان وتلاهي غالا يجمع يقلان فقع غديدس يجمع يقلان ثلاثة عذاوي ديالهم كديدس أيدي السق نغا يدي السقع عذاوي ومقرن وهو الشيطان أنا خير أي ترى شن خير أيتما ظريما متيق لعب الشيطان في العقول النار ونقبلها هذه تغاربي ونسا ونقبلها هذه تغاربي ونسا نستغرب الشياطين أرواح الشيطان تظل فيه عياذا بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبينا غدا شويه الخير يسمع ولكن نكني الخير تنقبلها تسوية الصفوف يسمع من أهم شيء الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا كما تستوي الملائكة عند ربها. تظلي فيه ماذا شو ذا المعنى نتظلي مرات تبدأ الصفوف شو ذا المعنى نتبدل أنك نقل أكن نتبدل من الملائكة يري فاسنا رب العالمين نقرص نقف بين يدي الله ما ننكر نظلي يتما وأقلا نظلي يسي الشيخ ناقلا نظلي يسي الشؤون الدينية ناقلا نظلي يسي حد قلا نظلي رب العالمين ومرات ظلت رب العالمين إلا قد تبدتك نقبغى ماشي كنت بغيت أتصبت يري فاسنا ربك نقبغى رب العالمين. ورب العالمين لا يرضى عن الصف المعوج ويرضى رب العالمين في الصف عوجا. رب العالمين لا يرضى عن الصف غير المستقيم عن الصف غير المستوي. رب العالمين نور يرضى رف وكان شتي إذا نام كي يسمع أنا نبد أسنقار نسدا نظالي ربي يا ربي
تيد يا ربي تصبح في البلاء يا ربي كذا تدعو السجود كتشي مرة تبضت تاع الصوت رب العالمين. اذا من الاخطاء يديو لحالا كسيتنا نسقم الصفوف النغ تظلي ما لا نسقم الصفوف النغيتنا والله غير ولون النغ تسقمن والله ولون النغ تسقمن. ايوا شي تقول تا الشيخ هذا قال له نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغدينا لا ينطق عن الهوى أين دينا ذي الحق إن لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. من سوى الصفوف النار ولتخلف رب العالمين وجوهنا أتلي الخوايا رنا ما ندني غاية ما تسوية الصفوف المعني سجفاء الفراغات يرانا المعنى ناظرين داغنيتنا ماشي غنحرص لبعضنا فهذيني هون الشيخ يقرا غد حرصت لبعضنا لا ماشي ذوي المعنى. الانسان مرض يزال او فانا غادي يزال لك نقارن الاز غادي يزال صراحه غادي تفهم يعني سواء اثنين القزاز سواء اثنين واثنين وهكذا وانت جفاء الفراغ يرانا ولكن ماشي المعنى انت تعرف تفهمك نا غادي تحرص التجطى غادي تنفس نا غادي يلي غاز واحد الفراغ كيف يعاود تقدم تا طريقه تروح تسكشم تديون تزدف فيه وهذا الخطا ذاغن الا كنت تجرى الفراغ بصح ونصح راسي من انك تظلي لانه ما نحرص وحرصك تظلي انقل انت تخمم حشف وحرصني وقت روح تظليتني واذا غند الخطا فلا تفريط ولا افراط. الدين دايما كلمات واستزيدك ثمانية واستزيدك ثمانيني لا غلو ولا تفريط. انسان كلمات زريت الفراغ قالك ديماك قرب على غوص انت تدي قرب ويتدي قرب ادي فغ الفراغ الحيطيين غادي فغ الفراغ الحيطيين. اما لما جديد شور الفراغات هذيا وهذا الخطا وهذا الخطا قدم ديك الشكا ويتديرنا ميدان يدفغ الفراغ ذا مقدم ديك شميون المصلي النطني هي الطريقه غادي الى قنسوي الصفوف النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لينوا يعني سر احتمال نون تزير طريما نون لينوا بين يدي اخوانكم. الانسان هذه سر حيماني في الصف ماشي راه مسمار هذه سر شي طرنيس وليت تحريكه راه بحال دبيكيه هذا سيني ونقدم هذه للفراغ الزاد شحال ديال برنا يتنا دير سيون تزدفير باش هذا يروح هو مكان هذه الفراغ ذاتك وتقدم طار دير سيون السين هذا يقدم وهذا الخطا ايتنا. النبي تماك تشي تحواش طار الخير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سد فرجه وين غي عمر الفراغ النيه قال يون مثلا يفطر يروح على الوضوء نغيون مثلا يقدم غزاتي يفردو مكان غزات روح قدم كتشي ويتقدم له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سد فرجه رفعه الله درجه وبنى له بيتا في الجنة. بطريقة كرة تقدمت أكيد الله عز وجل بيت في الجنة ولكن كني للأسف الشديد أن تحسسي وول الشيطان قد قدم غن كيثورة الظل غير فلان قد قدم غن كيثورة جغم كان يذيق الفونتيلاتور قد قدم غير ويا نخدم الحسابات هي نسها غيتنغي واش نتظلى نسها هذا شو الهدف واش نكشم باش يكون دوين ثورة يكون ولا صلاة العشاء باش تسمى تخدم من دايت إلا كريت تسربين قال المسجد بلاش تسيم دايت ما تسوي من الأجر وين يديو سنة ديال الأجر يثمع أزدني ندير الأجر 10 ذي هنا 15 العقل ذي قدمها 15 ذي هنا 1000 أتقدم تغى 1000 ذي هنا بيت في الجنة أضروح أخسر بعيد طرن. ولكن كني مشكلتنا أنه نكتم دغى المساجد يثمع نسها واش نساغ المسجد نسها هذا شو غيتجان نساد خامغ المسجد ألا وهو الأجر ألا وهو الطمع فيما عند الله عز وجل غير في قلب العالمين باش نسين دين النغوان بعد بالأخطائيين.